السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم الدولمة التركية او الورق الملفوف او بطريقة مصرية، يعني ايه اللي هو محشي الكرنب. هعمل معاكم الطريقة بتاعته بوصفة سهلة جدا وطريقة جميلة وناجحة وبخطوات سهلة جدا لأي حد يقدر يعملها. بصوا هنا كده ما شاء الله، حاجة كده عسل من الآخر. معانا هنا 3 كرنبات بلدي ما شاء الله عليهم. انا جبتهم وشلت من عليهم الورق الاخضر وعملتهم من فوق كده، شلت الراس بتاعتهم وظبطتهم كده على السلق بالظبط. بصوا هنا كده ما شاء الله. لما تيجي تختاري ملفوف او كرنب اللي هو بالمصري، بتختاري اللي هي الحجم الوسط، ما بتختاريش الكبيره اللي هي عرقها صغير، بتكون مسكره وبتبقى جميله جدا وحاجه كده عسل ما شاء الله. عندنا هنا بقى هنحط حله على النار كده نصها ميه، هنحط فيها معلقه ملح ابيض ومعلقه كمون، وتبدا الميه كده تسخن شويه، يعني قبل ما تغلي كده بشويه تبدا تنمل. هنروح حاطين الكرنبايه على وشها، وبعديها ب5 دقايق بنقلبها على الناحيه التانية. بصوا كده تستني 5 دقايق وبتبداي بقى تشيلي الورق كده بالدور واحده واحده، هتلاقيه اتشال معاكي بكل سهوله. واهم حاجه هنا ملحوظه ان انت ما تسيبيش الميه تغلي عليه علشان الورق ما يتهريش، تيجي بعد كده تحشيه ما تعرفيش تلفيه تلاقيه اتقطع منك. اهم حاجه خطوه التسويه دي تخلي بالك منها كويس جدا، ان انت ما تطوليش عليه في السوا. يعني 5 دقايق على وشها وبعد كده تقلبيها، تستني 5 دقايق وبعد كده تبداي تشيلي في الورق. بصوا هنا معايا بتشال بكل سهوله، بتاخدي كده بالدور الورقه اللي عليها الدور كده بتلاقيها مفرفطه وبتتفك معاكي بكل سهوله من غير ما يتقطع ولا يجرى اي حاجه. بنكون هنا مجهزين طبق وفيه ميه ساقعه، بنطلع من السليق كده ونروح حاطين في الميه غسلينه ومدينه صدمه في الميه الساقعه كده، بحيث ان هو ما يحتفظش بالسخونيه ويسيح معاكي في السليق. بيتعمل بكل سهولة. طبعا دي حاجة اسمها الدولمة التركية، دي بقى بأيادي مصرية. يعني في تركيا بيعملوه كده الملفوف دوت، وساعات بيحطوا في الخلطة لحمة مفرومة. احنا في مصر بنعمله رز وخضار، بس بيبقى طريقته جميلة جدا بصراحة، وفي ناس بتحب تحشيه لحمة مفرومة برضه. فدي أذواق وكل واحد حسب رغبته. هنا هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة، والطعم والشكل روعة روعة روعة. هتجربوه بصراحة، حكاية جدا وجميل. بصوا هنا منظر الورق بعد ما اتسلق عامل ازاي. هنا كده بعمل كمان واحدة معاكم. بصوا كده ما شاء الله، بتسحبي واحدة واحدة كده بكل سهولة، وترجعي تحطيها في مية ساقعة بحيث ان هي ما تحتفظش بالسخونية وتسيح منك بسرعة. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي انا يوميات تيتا، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه. ربنا يخليكم ليا يا رب، وهستنى تعليقاتكم على الفيديو. هنحضر هنا بقى الخلطه بتاعت المحشي الملفوف دوت. عندنا هنا هنحط كوبايه زيت في الحله، هنسيبها تسخن شويه وننزل عليها ب3 بصلات مفرومين. هنديهم بس كده تشويحه بسيطه، مش هنحمرهم، يا دوبك بس البصلايه تدبل. هننزل عليها هنا برتل طماطم. طبعا هنا برضو في مكعب بنجر او اللي احنا بنحطه على الطماطم دوت بيخليه احمر. البنجر بيبقى جميل جدا ومفيد جدا للاطفال وللانيميا. هننزل برتل ميه كمان لان انا عامله كميه كرنب كتير. البنجر دوت اسمه الشمندر، اللي معرفش بقى اسمه في انهي بلد بالاسم دوت بصراحه. هنحط هنا معلقه فلفل اسمر ومعلقه كمون ومعلقه ملح ابيض، وهنحط شطه وبابريكا وبهارات اللي انت بتحبيها كلها حطيها. هنقلب المكونات دي كلها كده في بعضيها. عندي هنا كام قرن شطه بصراحه، احنا بنحبها حاره، فحطيت هنا في التسبيكه قرن شطه وحطيت معلقه سكر. هنا خلاص كده الصلصه اتسبكت معانا وبدات تطلع الزيت بتاعها على الوش كده، خلاص هي جهزت. هنزل عليها هنا بكميه الرز وهي لسه على النار، بنوطي عليها ونقلب الرز فيها حوالي كام دقيقه كده لما الرز يشرب من الصلصه بتاعتها.
الوصفة دي جميلة جدا والطريقة دي روعة، بتخلي لك الخلطة بتاعت المحشي لها طعم وحاجة كده روعة. هننزل هنا بالخضار ده، بقدونس وكزبرة خضراء وشبت، خرطته وغسلته كويس جدا، وهنزل هنا على الرز بالصلصة وهقلبهم فيها كويس. الريحة بصراحة جميلة جدا، مش قادرة اوصف لكم. هنا خلاص كده وقطعت الكرنب معايا. بصوا هنا الخلطة جميلة جدا، وقرون الشطة دي بقى عاملة كده ميكس جميل حر قوي بصراحة، احنا بنحبها كده. وهنا قطعت الورق كده جميل ما شاء الله. هنبدأ بقى كده نحشي. حاجة كده عسل، بسم الله ما شاء الله. والورق كده متساوي، بصوا عامل ازاي، حاجة كده جميلة، بسم الله ما شاء الله. والورق كده ماسك نفسه ومش مهري ولا اي حاجة، حاجة كده عسل. هنبدأ بقى كده نحشي مع بعض. اول صف كده في الحلة بحاول ان انا احط اللي هي الورقة الخضراء دي في القاع. بصوا ما شاء الله بيلمع لمعان كده وجميل، بيتهيألي مفيش احسن من كده. هنا خلصت الحلة بسم الله ما شاء الله عليها. هبدأ بقى اسقيها. لو عندك شوربة ماشي، ما عندكيش بتحطي 3 كوبايات مية وعليهم معلقة ملح ابيض ومعلقة كمون وبتسقيه. هنا القعد بتاع المحشي مش بتغطي وش المحشي بالشوربة او بالمية، لا بتسيبيه اخر صف كده، يعني على الوش الصف اللي بعديه بتسيبي القعد لحد في الوقت ده كده. وحطيت هنا عليهم معلقتين سمنة بلدي، علشان طبعا ما حطيتش شوربة عشان يدي طعم حلو للمحشي. بصوا كده القعد لحد فين، قبل الصف الاخير. وعندي هنا طبق صيني كده تقيل بحطه على وش الحلة عشان في السوا والغلية المحشي اللي على الوش ما يفكش. بصوا بسم الله ما شاء الله، الريحة حكاية حكاية، ريحة جميلة جدا والشكل عسل، بسم الله ما شاء الله. بصوا كده حاجة عسل كده ما شاء الله، جميلة وأكلة كلها مغذية وروعة، مفيش بعد كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش بقى في لايك واشتراك للقناة لو أول مرة تشوفوني. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.